سجارة. هذا انا يا ابني، ده نايم في المية. وانام كده ازاي؟ انت يا عم انت اصحى. يعني انت مش هتصحى؟ تجاهل اسم الله إذا كنت رجلا. إذا كنت تحب هذا الاسم فضع له كل شيء. ألا يستحق هذا الاسم أن تضع لايكا؟ ألا يستحق هذا الاسم أن تضع له تعليقا ومشاركة وإعادة نشر؟ ألا يستحق هذا الاسم أن تتابع هذه الصفحة؟ إخوتي الكرام، ماذا بكم؟ الكثير من الناس سبحان الله ينشرون هذه المناشير، وهذا أمر لا يجوز. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اتقوا الله فيمن تنشرون. وسبحان الله، المسلمين والمسلمات يصدقون هذه الأمور ويضعون لايكا وتعليقا ومشاركة وإعادة نشر ومتابعة. لماذا؟ هل أنتم تعبدون الله حق العبادة؟ هل تصلون الصلوات على وقتها؟ هل تزكون؟ هل تتصدقون؟ هل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ هنا عبادة الله، هنا احترام الله وتعظيم الله. تعظيم الله لا يكون بلايك وإعادة نشر ومشاركة وإلى آخر ما هنالك. أما إذا كنت تنشر قرآن كريم وأحاديث وتفيد الناس، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، هنا تكون المشاركة والمتابعة. أما تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فهذا لا يجوز. اتقوا الله فيما تفعلون. شاركوا هذا المقطع وانشروه في كل مكان وحذروا إخوانكم. أخوكم عطاء الشيخ يوسف، في أمان الله. مش هتصحى؟ طيب انا بقى اقعد في المية. إيه ده؟ إيه ده؟ اصحى. اصحى، انت فاكر نفسك نايم على السرير؟ يا أخي حرام على ولا يا ابني، أنت بتقول حرام على وأنا نايم؟ وانت كنت نايم بجد؟ كنت نايم يا عم الباري. نايم ازاي في حد بينام في المية؟ انت عبيط. عايز إيه؟ كلم ام العوادم. عايز إيه يا أمك؟ بتقول لك خدني علمني العوم. مش هعلمك حاجة، وغرف ده بقى عشان لو نزلت هغرقك. انا لو نزلت هغرقك واشربك بيبس. والله يا عمر هغرقك. كذاب 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 ابو زكا كذاب. يا بطل. يلا بقى. والله ما هسيبك.